مساء الفل. الدرس الأول في الجبر بيتكلم عن حاجة اسمها الأعداد المركبة. الأعداد المركبة، والدرس بعنوان مقدمة عن الأعداد المركبة. المفروض إن إحنا خدنا قبل كده حاجة اسمها الأعداد الحقيقية، اللي احنا كنا بنقول عليها ح. لو انت عندك خط أعداد حقيقية، فالمفروض ان في النص عرفنا ان انت عندك دايما صفر، وبعد كده واحد، بعد كده اتنين، بعد كده تلاتة، وهكذا لغاية ما لا نهاية. والناحية التانية على شمال الصفر في سالب واحد، وفي سالب اتنين، وفي سالب تلاتة، لغاية السالب ما لا نهاية. في الأعداد الحقيقية عرفنا ازاي نجمع عددين حقيقيين زي بعض، زي مثلا 2 زائد مثلا 4 بكام؟ ب6. وعارفين كمان ان احنا نطرح عددين من بعض، 2 ناقص مثلا 4 بتساوي سالب 2. وبنعرف كمان نمسك الاتنين نضربها في الأربعة تدينا مثلا 8. وممكن مثلا نقول 4 على الاتنين تدينا 2. وكانت الحاجات دي بالنسبة لنا بتمثل العمليات الأساسية، على الأعداد الحقيقية. النهاردة في حاجة اسمها الأعداد التخيلية. عشان تفهم موضوع الأعداد التخيلية خليني أبسط لك حاجة. لو أنت مثلا يعني عندك أكل محطوط على طبق زي ما أنت شايف كده، وكتبت لك جنبه حرف M، فهيخطر في بالك إن العدد المصري الطبق ده أو الأكل ده من عند من عند ماكدونالدز. لو حطيت لك جنبه مثلا KFC هتفهم إن الأكل ده من كنتاكي. بمعنى الأعداد التخيلية، لو أنت عندك جذر جواه سالب واحد، لو أنت عندك في الأعداد الحقيقية جذر الأربعة بتساوي 2. طب لو أنت عندك مثلا جذر التسعة بتساوي 3. بمعنى إن جذر الأربعة اللي هو بيساوي 2 ده مكانه على خط الأعداد الحقيقية هنا، وجذر التسعة اللي هو بيساوي 3 مكانه على خط الأعداد الحقيقية هنا. طب لو أنت مثلا عندك نص، مكانه يبقى فين على خط الأعداد؟ مكانه النص هيبقى بين الصفر وبين الواحد، ده النص الحقيقي. لكن جذر السالب واحد ده بالنسبة لنا قبل كده يعني كان مشكلة، لأن مفيش جذر العدد السالب. النهاردة هتبدأ تفهم إن العدد ده هنرمز له بالرمز ت، وأصبحت الأيقونة بتاعت العدد التخيلي ت. لو أنت مثلا عندك جذر سالب 9، فالمفروض إن جذر التسعة بتساوي جذر 9 في جذر سالب 1. من حقك إنك تفصل الجذر. لو أنت عايز مثال، أو مثلا عندك جذر 16، أنا عارف إن جذر 16 بتساوي 4، بس أنت لو قلت إن 16 دي وهي جوه الجذر عبارة عن 4 في 4 تبقى برضه ب 16. لو أنت فصلت الموضوع أكتر هيبقى جذر الأربعة في جذر الأربعة. جذر الأربعة الأولى ب2، وجذر الأربعة الثانية ب2، فيبقى 2 في 2 ب4. عشان كده جذر ال 16 على طول ب4 من غير ما أنت بتمشي الستبس دي أو الخطوات دي يعني. لكن هنا جذر السالب 9 ده المفروض إنك تفصله عشان تطلع منه الأيقونة بتاعت الأعداد التخيلية. فيبقى عندك جذر 9 في جذر سالب 1. جذر التسعة المفروض إن هو ب3، لكن جذر السالب 1 بتكتب مكانه ت، ووجود التلاتة جنب الت فده بيدل على إن هي مضروبة فيها زي كده، يعني دي كمية الت. أنت عندك كده 3 ت. أقصد أقول لك إن زي ما أنت عندك خط الأعداد الحقيقية، عندك كمان برضو خط الأعداد التخيلية.
هو عبارة عن خط زيه زي خط الأعداد الحقيقية، في النص فيه صفر، وهنا المفروض ده مسموش واحد، ده اسمه واحد ت، واللي بعده 2 ت، واللي بعده 3 ت، واللي بعده 4 ت، وهكذا. وهنا السالب 1 ت، وهنا السالب 2 ت، وهنا السالب 3 ت، لغاية الملا نهاية ت، ولغاية السالب ما لا نهاية ت الناحية التانية. المشكلة في العملية التخيلية إنك لازم تتعود إنك تجمع عددين تخيلين على بعض. لو أنت مثلا عندك 2 ت زائد 3 ت، فالنتيجة هتبقى 5 ت. طب لو عندك مثلا 4 ت ناقص 2 ت، فالنتيجة 2 ت. مشكلة الأعداد التخيلية لو أنت مثلا عندك العدد مثلا 5 ت، مكانه يبقى فين على خط الأعداد التخيلية؟ مكانه بعد ال4 ت هيبقى هنا 5 ت، يعني ده مكان. طب لو كان 2 ت ده مكان. طب لو كان مثلا سالب 4 ت يبقى ده مكان. بتعرف تعينه على خط الأعداد التخيلية. لكن المشكلة بتبدأ تظهر واللخبطة بتبدأ تظهر فين؟ لما مثلا يقول لك عندك عدد قيمته 1 على 2 ت، فده العدد نص ت اللي هو مكانه هيبقى هنا. المشكلة الأكبر بقى 1 على ت، تحطه فين بقى على خط الأعداد؟ دي أكبر مشكلة بنقابلها في الأعداد التخيلية، إن الت بدل ما تبقى عندك في البسط فأنت تبقى عارف هي مكانها فين على خط الأعداد التخيلية، الواحد على ت دي بالنسبة لك ما تعرفش مكانها فين على خط الأعداد التخيلية. فببساطة المشكلة دي كده ليها حل بسيط جدا. علشان خاطر تفهم حل المشكلة دي لازم تفهم شوية تفاصيل خاصة بالعدد ت اللي هو العدد التخيلي، اللي هي إيه؟ لو أنت مثلا هنكتبها مثلا هنا، لو أنت عندك ت فده معناه إن قيمته بتساوي ت. طب لو انت عندك ت تربيع، فالت تربيع معناها ت في ت، والت في ت معناها جذر سالب 1 في جذر سالب 1. جذر السالب 1 في جذر السالب 1 بيساوي سالب 1. طب لو انت عندك مثلا ت أس 3، فالت أس 3 بتساوي ت في ت في ت، يعني جذر سالب 1 في جذر سالب 1 في جذر سالب 1. جذر السالب 1 في جذر السالب 1 يساوي سالب 1. طب سالب 1 في جذر السالب 1 ده مش قدامنا غير ان احنا نرجع نسميه تاني ت. فيبقى عندك ت في ت في ت اللي هو ت أس 3 أو ت تكعيب بتساوي سالب 1 في ت اللي هو بيساوي سالب ت. لكن لو عندك ت أس 4 بتساوي ت في ت في ت في ت 4 مرات، فبالتالي انت عندك جذر سالب 1 في جذر سالب 1 في جذر سالب 1 في جذر سالب 1. جذر السالب 1 في جذر السالب 1 دول بيديك سالب 1، وجذر السالب 1 دول في جذر السالب 1 دول بيدوا لك سالب 1. طب سالب 1 في سالب 1 بكام؟ بموجب 1. عشان كده دول مهمين جدا وبيتكرروا. بمعنى خلينا نكتبهم بس على جنب هنا ان الت بتساوي ت، وان الت تربيع بتساوي سالب 1، وان الت أس 3 بتساوي سالب ت، وان الت أس 4 بتساوي 1. دول كده عايز اقول لك ان هما بريودك، يعني بيتكرروا. بمعنى لو انت عندك مثلا ت أس 5، فالت أس 5 انت تبدا تشوفها ان هي عباره عن ت أس 4 مضروبه في ت، فالت أس 4 بكام؟ واحد. بمكان ده هتحط واحد، واحد في ت بكام؟ بت. يبقى العدد التخيلي ت أس 5 بيعادل عدد ت. فمثلا هو بيحب يربط دايما المسائل اللي بتيجي في الامتحانات بالواقع. يعني احنا مثلا النهارده في 2023، فالت يقول لك الت أس 2023 بتعادل كام؟ ببساطه الفكره دي عشان خاطر تحلها محتاج تشوف جوه الت أس 2023 في كام ت أس 4 مضروبين في بعض. فالحل بيبقى مبني ازاي؟ او دماغك بتفكر ازاي؟ ببساطه بتروح تجيب الآلة الحاسبة وتمسك ال 2023،
تعمل 2023 على الأربعة، لأن أنت عارف إن العدد التخيلي ت بيتكرر كل 4 دورات، بمعنى إن الت أس 2023 تدخل على الحسب تكتب 2023 على الأربعة. لو اديتك رقم صحيح تمام يبقى دي كده كمية الت أس 4 اللي موجودة. طب لو اديتك كسر يبقى هتنزل خطوة. يعني إيه تنزل درجة؟ يعني تبدأ تشوف الت أس 2022 في ت، فالت أس 2022 دي تبدأ تعملها على الحسب ال 2022 على الأربعة فيها كام؟ لو اديتك رقم صحيح يبقى تمام، ما اديتكش رقم صحيح يبقى تبدأ تنزل اللي بعدها، هي مش تديك رقم صحيح برضه. فبالتالي هتبدأ تشوف الموضوع ده عبارة عن ت أس 2021 في ت كمان اللي انت طلعتها من هنا، يعني في ت أس كام؟ أس 2. ولحد هنا احنا لا حلينا ولا وصلنا للحل، الاثنين تمام؟ بعد كده هتبدأ تجرب ال 2021 برضه مش هتدي لك عائد نافع، فيبقى ال 2020 هي اللي عليها الدور في الت أس كام؟ أس 3. الت أس 2020 تدي لك رقم صحيح، يبقى أنت عرفت كده إن أنت عندك كمية من الت أس 4 بتساوي الرقم الصحيح دوت، فكل ت أس 4 فيهم هتدي لك 1، فأنت عرفت إن الت أس 2000 كلها كام؟ 1 في ت أس كام؟ في ت أس 3. الت أس 3 بتعادل سالب ت، فبالتالي النتيجة سالب ت. وكده انت حطيت الت أس 2023 في ابسط صوره. يعني ايه في ابسط صوره؟ يعني تقدر تجيب العدد ده كده وتدور على خط العدد التخيليه تلاقي ان مكانه بقى هنا، ده كده بيعادل الت أس 2023 وهكذا. المشكله الاكبر في الاعداد التخيليه لما يبقى عندك 1 على ت، برضه انت مش عارف تحطه فين على خط الاعداد. فالموضوع ده بيفتح لك حلول كتير، بمعنى انت عندك ت تحت هنا في المقام، عشان تخلص منها في المقام وتطلعها في البسط عشان تفهم اصلا هي هتبقى فين على خط الاعداد التخيلي، هتضطر انك تضرب هنا في ت على ت. واحد يقول لي اشمعنى ضربت في ت على ت؟ اولا من وجهه نظر الت على ت، انت لو طيرت الت مع الت قبل ما تضرب وتكمل هيديك 1، فانت هتكمل ايه بقى؟ هتكمل 1 في ت بكام؟ بت. طب وت في ت بت تربيع، طب الت تربيع بكام؟ بسالب ت تربيع بكام؟ بسالب 1. يبقى انت عندك ده بيساوي ت على سالب 1. ت على سالب 1 هي السالب ت، فده معناه ان الواحد على ت بيعادل برضه سالب ت، وده صدفه، يعني صدفه ان احنا واقفين برضه عند نفس الايه؟ نفس العدد. المشكله دي عشان خاطر كل ما تقابلك ت في المقام لازم تخلص منها في انك تضرب في حاجه تخليك تخلص من الت اللي في المقام ديت وتطلعها لك في الاخر في البسط. بمعنى خلينا بقى نمسح الصبر، خلينا بس قبل ما نكمل نكتب هنا على جنب كده، عشان طبعا الايقونه او الت دي موضوع مهم جدا. الت بتساوي ت، والت تربيع بتساوي سالب 1، والت أس 3 بتساوي سالب ت، والت أس 4 بتساوي 1. خلينا نحطهم برضو برواز كده أو حاجة عشان مهمين جدا. الفكرة إن الراجل ليه عمال يعلم فيك العدد التخيلي أساسا، بالرغم إن عنوان الدرس هي الأعداد الإيه؟ المركبة، لأن المفروض إن العدد المركب بيتكون من جزئين أو بيتركب من جزئين، جزء حقيقي وجزء تخيلي. بمعنى لو انت مثلا شفت عندك عدد زي 5 زائد 3 ت، فتأكد 100% ان ده عدد مركب. الجزء الحقيقي فيه بيساوي 5 والجزء التخيلي فيه بيساوي 3 ت، عشان كده هو بيتكون من جزئين، جزء حقيقي وجزء تخيلي. الصورة العامة للعدد المركب اللي هي أبسط صورة للعدد المركب عبارة عن مثلا لو سمينا العدد المركب عين، يبقى العين بتساوي س زائد ص ت. دي كده أبسط صورة للعدد المركب. ليه دي أبسط صورة للعدد المركب؟ لأن إحنا أصلا في الآخر عمالين بنلف وندور. زي ما انت عندك في شبكة تربيعية ح اللي هي هنا ده محور السينات وده محور الصادات، ح في ح اللي احنا بنقول عليها الشبكة التربيعية ح تربيع. في عندك شبكة برضو
تانية اسمها شبكة أرجنت، وده انت هتعرفها لو كملت رياضة 2 في ثالثة ثانوي. الشبكة بتاعت أرجنت دي محور السينات دوت فيه أعداد حقيقية، يعني 1 2 3 4 وسالب 1 وسالب 2 وهكذا، لكن محور الصادات دوت عليه أعداد تخيلية. يعني مثلا العدد 5 زائد 3 ت، هنا عندك 1، هنا 2، هنا 3، هنا 1 ت، هنا 2 ت، هنا 3 ت، وهنا سالب 1 سالب 2 سالب 3، وهنا سالب ت، وهنا سالب 2 ت. اقصد اقول لك ايه بس على السريع كده عشان تبقى فاهم الدنيا. لو انت عندك مثلا عدد مركب زي مثلا الواحد زائد 1 ت، بالرغم ان الواحد ده ما بيكتبش، خلينا نعمله 2، يبقى 1 زائد 2 ت. العدد ده هيبقى مكانه هنا، ده محور السينات اللي هو الحقيقي تمام عند الواحد، وبعد كده 2 ت اهي. فالمفروض ان النقطة دي هتبقى هنا، او العدد ده لو العدد ده مثلا كان اسمه عين 1 فده مكان العين 1. فطول ما العدد المركب عندك محطوط على صورة بسيطة انت تقدر تروح تعينه على شبكة أرجنت. حلو؟ ومن هنا بقى بتبدأ المشاكل. يعني الحوار كله بصراحة في الدرس الأول ده بيدور حوالين ان انت تعين العدد المركب على شبكة أرجنت، بس طبعا هو ما بيجيبلكش سيرة بصراحة في المنهج عن قصة شبكة أرجنت دي. طب سريعا بس عشان نأكد عليها، سالب 1 ناقص 2 ت مكانه يبقى فين؟ لو ده مثلا اسمه عين 2، يعني عدد مركب اسمه عين 2، السالب 1 اهو والسالب 2 اهو، فيبقى العدد ده هو عين 2. بالنسبة للعدد ده اللي هو عين 1 ده، العدد عين 1 ده لو عملت له انعكاس حوالين محور السينات بتاعه على شبكة أرجنت زي ما ده 1 و2 ت، هيبقى عبارة عن 1 هيبقى اسمه عين 1، هيبقى اسمه عين 1 ده قيمته بتساوي كام؟ 1 ناقص 2 ت. فاحنا بالنسبة لنا في علاقة بتربط العدد ده بالعدد ده، ان هما الاتنين لو سميناه مثلا عين بار 1، العدد ده والعدد ده مترافقين، بمعنى ان العدد ده هو صورة العدد ده بالانعكاس حوالين محور الحقيقي اللي هو محور السينات. عشان كده الراجل يجي يقول لك ايه؟ العدد 1 ناقص 3 ت، المفروض ان المرافق بتاعه يبقى كام؟ المرافق بتاع العدد ده 1 ناقص 3 ت ده يبقى كام؟ المفروض انك تروح على شبكة أرجنت ده الواحد والتلاتة ت، فمثلا يبقى هنا، فالمفروض المرافق بتاعه يبقى 1 وكام؟ وسالب 3 ت. فاحنا بنلخص عليك ونقول لك لو انت عايز تجيب مرافق بالعدد المركب فببساطة بتغير إشارة العدد أو الجزء لإيه؟ التخيلي. ده 1 ناقص 3 ت، فمكانه أصلا كان هنا 1 ناقص 3 ت، يبقى هنا ال 1 ناقص 3 ت ده هيبقى الناحية التانية هنا 1 زائد 3 ت. فمن الاخر عشان خاطر تجيب مرافق العدد المركب كل اللي بتعمله انك بتغير اشاره الجزء التخيلي اللي فيه. يعني مثلا لو انت عندك مثلا 1 او مثلا 7 ناقص 5 ت، ده عدد، مين المرافق بتاعه؟ 7 زائد 5 ت. وهقول لك ليه احنا دايما مهتمين بقصه المرافق، بس خلينا نفتح موضوع تاني برضه نقفله عشان خاطر اسئله اختر اللي انت بتقابلها في الكتب الخارجيه. مثلا العدد 1 زائد 2 ت اللي احنا كنا مسمينه عين 1، لو انت جيت تشوف المعكوس الجمعي بتاعه، يعني انت عايز تجمع عليه عدد تاني يوصلك للكام؟ للصفر، بما ان انت عايز حاجه اسمها معكوس جمعي للعدد ده. الواحد زائد 2 ت ده عشان خاطر يتجمع على عدد مركب تاني يديله صفر، لازم العدد المركب التاني ده يكون عباره عن سالب العدد ده، يعني سالب العدد ده 1 زائد 2 ت، او تغير اشاره الجزء الحقيقي وتغير كمان اشاره الجزء الايه؟ التخيلي. يعني المفروض انك تفهم ان المعكوس الجمعي هيبقى عباره عن انعكاس العدد عين 1 ده بالنسبه لنقطه الاصل، فهيطلع عباره عن 1 هيطلع عباره عن سالب 1 وسالب 2، فيبقى عباره عن العدد ده. العدد ده كده يعني العدد ده والعدد ده كده هم صورة بعض بالانعكاس حوالين نقطة الأصل. مش مهم أوي التفاصيل دي، المهم لو أنت مثلا عندك عدد عبارة عن ت ناقص 5، فالراجل هنا مثلا بيلخبطك شوية، جايب لك الجزء التخيلي في الأول. طب ما أنت عايز تجيب معكوس جمعي، خلاص
المعكوس الجمعي بتاع العدد ده هيبقى عباره عن سالب ت، هتغير اشاره الجزء التخيلي وتغير كمان برضو اشاره الجزء الايه؟ الحقيقي. طب مثلا العدد ده لو عايزين نروح نجيب له المرافق، يبقى اكيد هنغير اشاره الجزء التخيلي بس، فبالتالي هيبقى النتيجه عباره عن سالب ت ناقص 5. انا ما غيرتش على فكره الاشاره بتاعت السالب 5 بتاعت الجزء الحقيقي. دي مشكله المفروض انك تكون بتعالجها. ليه برضو؟ لان الراجل ممكن يقول لك العدد 1 على 2 زائد ت، عايزين نجيب له المرافق بتاعه، فانا مش هقدر اجيب المرافق بتاع العدد ده الا غير لما اروح اجيب العدد في ابسط صوره، لان وجود الت في المقام ما بيعبرش عن حاجه على خط الاعداد التخيليه، فبالتالي ما اقدرش احطه اصلا على شبكه ارجل. بمعنى ان انت مثلا لازم تكون فاهم ان انت مثلا لو عندك عدد زائد 2 زائد الت ده، وقررت ده عدد مركب، وقررت انك تضربه في عدد تاني مركب في 2 مثلا زائد 3 ت، فهتبدا تضرب ازاي؟ الاثنين في الاثنين زي ما انت كنت بتضرب القوسين بخاصيه الديستريبيوت بروبرتي. يعني مثلا الاثنين في 2 بكام؟ ب4، ده اول حاجه. وبعدين الاثنين في 3 ت بكام؟ 2 في 3 ب6، يعني موجب في موجب بموجب. 2 في 3 بكام؟ 6. 6 ايه؟ 6 ت. وبعد كده موجب في موجب بموجب. ت في 2 ب2 ت. بعد كده ت في 3 ت ب3 ت تربيع، فده هيساوي الأربعة هتنزل، ال6 ت زائد ال2 ت بكام؟ ب8 ت، زائد الزائد دي 3 ت. الت تربيع المفروض انك عارف اصلا ان هي قيمتها بكام؟ بسالب 1. فهتشيل الت تربيع دي وتكتب مكانها سالب 1. طب سالب 1 في موجب 3 بسالب 3. طب ما كده بقى عندك العدد 4 والعدد سالب 3 حقيقيين، من حقك انك تجمعهم على بعض، يعني في الاخر العدد يبقى عباره عن 4 ناقص 3 بكام؟ ب1 زائد 8 ت. وكده انت حطيت العدد 2 زائد ت في 2 زائد 3 ت في صوره بسيطه، بدل ما هو كانت الدنيا مش بسيطه. يعني الراجل مثلا لو طلب منك المرافق بتاع العدد ده مش هتعرف تجيبه الا غير لما تفكه في صوره بسيطه، وبعد كده تقول له على فكره المرافق هيكون 1 ناقص 8 ت. نرجع تاني هنا للمشكله دي. انت عندك 1 على 2 ايه؟ 2 ت، ودي اللي هنختم بيها الدرس بقى ان شاء الله. يعني 1 على 2 زائد ت. ال1 على 2 زائد ت دي فيها مشكله كبيره جدا. المفروض من كتر ما انت هتجرب يعني اعداد، لو ضربت عددين مترافقين في بعض هتفهم ان الناتج بتاعهم عدد حقيقي. بمعنى المشكله في الكسر ده ان انت عندك جزء فوق حقيقي او تخيلي مش هتفرق يعني، بس دلوقتي هو حقيقي، وتحت تخيلي. عشان تخلص من الجزء الحقيقي التخيلي اللي تحت ده ببساطه هتضرب العدد ده في المرافق بتاعه في البسط وفي المقام. فال2 زائد ت دي مين المرافق بتاعها؟ 2 ناقص ت. تضربها مره فوق ومره تحت عشان خاطر ما تبقاش عملت حاجه. انت ممكن تختصرهم مع بعض ونرجع تاني 1 على 2 زائد ت نفضل متسوحين ونعمل ان شاء الله. تمام؟ لكن هنبدا نضرب الواحد في ال2 ناقص ت بكام؟ ب2 ناقص ت. طب 2 زائد ت في 2 ناقص ت، ال2 في ال2 بكام؟ ب4. طب 2 في سالب ت بسالب 2 ت. طب الموجب ت في الاثنين بموجب 2 ت. طب موجب في سالب بسالب. طب ت في ت بت تربيع. تمام؟ الاثنين ناقص ت كده كده فوق في البسط مالناش دعوه بيها دلوقتي. السالب ده هو كده كده اصلا طالع معاك في الحسبه يعني. الت تربيع نفسها بسالب 1، فده بسالب 1. سالب في سالب بايه؟ بموجب، فيبقى هنا في موجب 1. الاربعه في الاول تنزل زي ما هي. طب سالب 2 ت وموجب 2 ت هيروحوا مع بعض، فيتبقى لك 4 زائد 0 زائد 1، يعني 4 زائد 1 بكام؟ ب5. يبقى العدد بقى عندك 2 ناقص ت على كام؟ على 5. في الاخر العدد دوت هيقلب معاك يبقى عباره عن 2 على 5. بتبدا تفصل بقى طالما انت عندك المقام ما فيهوش غير حاجه واحده، يعني غير حد واحد حاجه واحده، هتقدر تفصل 2 على 5 ناقص ت على 5. فده معناه 2 على 5 ناقص 1 على 5 ت. العدد ده
تقدر تعينه على شبكه ارجنت. عشان كده ده يعتبر ابسط صوره، ودي حاجه انت بتدرسها عشان لما هتروح تحل بعد كده معادله تربيعيه باستخدام القانون العام هتكتشف ان في مشكله كبيره جدا جدا جوه الجذر، ان بدا يطلع لك اعداد تخيليه. ساعتها انت هتحل المعادله التربيعيه في كاف مجموعه الاعداد المرتبه. انت ما بقتش صغير. المفروض ان انت زمان لما كان يطلع لك القصه دي كانت الاله الحاسبه بتطلع لك ايرور، النهارده في تفسير للايرور. فاتمنى ان الموضوع يكون بسيط، وما تنسوش ان انتوا تتفرجوا على فيديوهات الحل ان شاء الله. اشوفكم على خير.